هيا مرة أخذنا. آه، نادوني ولاد عمي، كمان قالوا لي رد على الشرطة. وكمان هذا تحت للجيش على باب الدار التحت، يعني باب الدرج. قلت له جندي شو بدك تسأل عني؟ قال لي انت اسمك جد الله خضر رجب. قلت له اي نعم. قال هويتك بعد اذنك. جبت له الهويه، قلت له تفضل هاي الهويه. قال عندك ولد اسمه قصي؟ قلت له نعم عندي ولد. قال انا معي امر محكمه باعتقاله. انا الصراحه صرت اضحك، تفاجأت يعني شو اللي بتحكي فيه؟ قلت له انت يعني بتحكي شيء واقعي ولا بتهبل؟ يعني انا بقى فكرته بمزح بتخوت يعني منكشرات. قال ليش انت؟ يعني انا معي محكمه، هي الامر محكمه تفضل. في ما موجود امر محكمه في الدار. قلت له امر محكمه باعتقال ابني قصي. قال قلت له انت بتعرف قديش عمر ابني؟ قال لي لا. قلت له حاضر انا بدي افرجيك ابني. ليه انت جايب لي وحده جيش معك كانه بني ادم مسوي عمليه او شيء ارهابي الولد. انت كانه ارهابي، هذا انت جاي لي هالقوه ارهابي لهالولد. والله فعلا انا نزلت له الولد، قلت له تفضل هي الولد انت جاي تعطي له. الجندي اللي جاي يعطيك له تفاجأ وقول لي هذا. قلت له هي الولد انت جاي تعطيك له، هذا الولد اللي عندي تفضل خذه. حبست 5 مرات، والحبس الأخيرة كان عمري 15 سنة. حكيت بالتحقيق الأخير إنه شو كنت أشوف من البلكون ومن هون كيف كانوا يطبشوا، من كتر الخوف إني أحكي إن أنا كنت أعمله. أجوا على الساعة 4 على الدار، فطلعوا لي على الغرفة لقوني لابس، أخذوني حطوا لي المرابط وإحنا نازلين درج. ضربني كم من كف وصار صيح فيي وحطني بالجيب وصار يحكي لي إذا بتحكيش هون من لما طلع التحقيق كسر لك أسنانك. كنت أنا أصغر واحد، كان عمري 14، يعني بعد 3-4 أشهر بدي أخش بال 15 بشهر 4. فقبل التحقيق بساعة ونص ساعة على 8 وهم بيضربوا فينا وبصيحوا فينا. ومن كتر الخوف احنا صرنا نحكي واحنا علينا اتهامات كتير. هاي الحبسة العاشرة، يعني الواحد بمل. دقوا الباب صحيت من النوم، ستي نايمة جنبي، ستي بتخاف، صرت تعيط، ستي كبيرة في العمر. أخذونا وطلعونا في الجيب، بعدين شغلوا الجيب وأخذونا على غرف 4. عصبوا على عينينا وبقعدوك على ركبك يمكن حوالي 4 ساعات. أي واحد مارك أي واحد جاي بيسلخك جف يا بوكس وانت معصب على عينيك. ونزلوا فيا 5-6 ضرب، بس يعني لو قلت كان كملوا علي عشان هم يضربوا فيا. ما حكيتش قعدني شوي، صرت أقول رحنا على الغرفة على التحقيق، صرت أقول جعان بدي آكل، بعيد عنك ضراع الحمام. يعني أنا أزود من حكي راب كله، لازم أهلك يجوا هان يعني يحضروا معك الحكي، بس إحنا بنجيب بركة من المحكمة إنه ممنوع يفوتوا، يعني ممنوع يحضروا الحكي. بجيبوا عصاي بعيد عنك، يعني بيضربوا فيها وبحطوها. المهم وباكلها، بحطوها يعني بخوفك، بحطوها بقولك تعال حطها في تيزك وهيك. عشان هيك يعني عشان هيك بخوف الأولاد عشان يعترفوا. نزلنا آخر التحقيق جابولي واحد علم نفس، حكير علم نفس، يعني بخليك تعيط وتفكر في أهلك كل شي في مرة واحدة، يعني بهلوسك فاهم كيف.
وهينا أعطوني 7 أيام مع اعتصار، وهينا بطلعش من الدار. داهموا البيت، اقتحموه. في الدورية اللي قيدوني من إيدي ولفوا في فترة في داخل رام الله، اعتقلوا يبدو آخرين، وبعد ذلك وجدت نفسي في معتقل عوفر. حطوني بقفص انتظار لفترة مش قليلة. القفص هذا هو مهيأ للرجال أكثر من النساء، يعني لأنه يعني ما فيش فيه مرافق صحية مناسبة للنساء. بين القفص وزنزانة قريبة منه، وبعدين تعرضت لتحقيق، وبعد ذلك أخذوني يعني بالبوسطة، ولكن ما يعني ما مثلت أمام قاضي. لما روحت على أو رجعت على الأسر، سمعوا الصبايا عبر الراديو إنه في قرار اعتقال إداري إلي. حتى الغرفة اللي أنا فيها ما كانش فيها راديو، بس الصبايا بالغرفة الثانية نادوا علي وقالوا لي إنه في اعتقال إداري بخصوصك. الاعتقال الثامن بالنسبة لي. كنت أول اعتقال في 84، كان عمري 15 سنة، وتواصلت عمليات الاعتقال، ومجموع السجنات خلال 8 مرات كانت أكثر من 10 سنوات. الاعتقال الأخير كان وأنا في البيت في مدينة رام الله. تم مداهمة البيت بقوات خاصة وجيش ومخابرات المنطقة ومخابرات رام الله. بدأوا بطريقة وحشية الدخول والتفتيش للبيت، رغم أنه كان في حشودات كبيرة من الشبان في المنطقة والمواجهة مع قوة الاحتلال. تم نقلي لمعسكر عوفر، وتم تحويلي مباشرة وفي نفس الوقت إلى مركز تحقيق بتحت كفا. اعتقلت في سجون الاحتلال يعني ما مدة تقريبا 15 سنة، من عام 88 حتى الآن. بعد انتخابنا في المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقلت لأكثر من 8 سنوات. اعتقلت في الاعتقال الإداري في سنة 2013 تقريبا 2 سنين، وسنة 2017 سنة في الاعتقال الإداري. وكنت معتقل أيام كنا موجودين في داخل القدس قبل ما يتم إبعادنا إلى القدس. في سنة 98 برضو اعتقلت 6 أشهر في الاعتقال الإداري. وفي عام 2006 بعد فوزنا بالانتخابات التشريعية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بسحب بطاقاتنا المقدسية وإبعادنا عن مدينة القدس. وبعد الاعتصام الأطول في الصليب الأحمر سنة 2010 تم اختطافنا من مقر الصليب، وبعد ذلك تم اعتقالنا، ثم سحب كل وثائقنا وإبعادنا إلى الضفة الغربية. ونحن موجودين الآن من سنة 2011 حتى الآن في الضفة الغربية، ونمنع من دخول القدس، ولا نملك أي وثائق أخرى، ولا نستطيع الخروج من مدينة رام الله، لأننا نرفض أن نستلم أي وثيقة تنتقص من حقنا في العودة إلى مدينة القدس. أنا أشعر نفسي أني متأخر دائما 20 سنة عن أقراني. والله يعني هي تجربة الاعتقال، بل الاعتقالات يعني تجربة مريرة وقاسية وممتدة، استمرت 10 سنوات. هذا 12 اعتقال، ولكن نحن نبقى تحت يعني تأثير هاجس الاعتقال والحرمان من الأطفال. تخللها كثير من المحطات النضالية والإضرابات عن الطعام والعزل في غرفة واحدة، ويعني مسيرة مفعمة بالألم والمعاناة. تخللها أحداث ومحطات قاسية جدا. ربما في المقدمة منها والأساس فيها هو رحيل الوالدة رحمها الله وأنا في الأسر، والشيء الآخر هو إصابة يعني اكتشافي لخبر إصابة ابني في مرض ضمور العضلات من نوع دوشن، وهذا ما قاد إني أخوض إضراب عن الطعام لمدة 93 يوم تحت عنوان
الدفاع عن حقي في متابعة وضع ابني الصحي ومعالجته. فترات التحقيق لا شك شرسة، وكان يعني وربما أصعب تحقيق استمر 128 يوم. في هذا التحقيق فقدت من وزني أكثر من 25 كيلو. في هذا التحقيق ذهبت إلى مشفى العفولة وربما من سجن جنين المركزي أكثر من 10 مرات، لأنه شعرت في هذا التحقيق أني يعني فعلا قد استشهد. تم اعتقالي 5 مرات. كانت الاعتقال الأول سنة 1999، الاعتقال الخامس كان في 13/11/2012. تم الحكم علي 70 شهر و30,000 شيكل غرامة، بالإضافة إلى سنتين وقت تنفيذ لمدة 5 سنين. كنت أنا والأسير إبراهيم غباري اللي ما زال أصلا بالسجن خاطبين من سنة 2002، ومنعونا من عقد القران. خلال وجودي في السجن في 2007 تم رفع قضية وكتبنا القضية وتم جمعنا في محكمة الناصر الشرعية. طبعا يعني أنا اللي ارتبطت فيه وبعرف إنه محكوم مؤبد وبعرف إنه ممكن ما يطلعش، لكن أنا كانت رسالتي هي خدمة الوطن والأسرة يعني قبل أي شيء ثاني. أمضيت في سجون الاحتلال تقريبا 14 سنة، منها 11 سنة في الاعتقال الإداري. تعرضت للاعتقال 15 مرة. كانت بداية مسيرتي مع الاعتقالات في سنة 83 حينما كنت طفل وتعرضت للاعتقال الأول. كنت لسه بالصف الثالث إعدادي. هذا أنا. اليوم أنا متزوج وعندي 3 أطفال. أنا من أسرة كان لها نصيب في شاركت في العمل الوطني والنضالي، بحيث أنها قدمت الشهيد محمد أبو عكر، استشهد سنة 90. وإلي أخ آخر اسمه حازم كمان تعرض للإصابة وفقد عينه. وإلي أخ توأم اسمه رأفت تعرض للاعتقال برضو عدة مرات وأمضى في السجن أكثر من 7 سنوات. وأنا زوجتي كمان تعرضت للإصابة في سنة 89 في الانتفاضة الأولى. يعني أسرة ساهمت بقدر المستطاع في العمل النضالي والوطني، وبنعتبر أنفسنا قمنا بواجبنا. وأيضا ابني محمد، إلي بنتين وابن بالجامعة 3. ابني محمد أفرج عنا في قبل كم شهر، كان قد أمضى 26 شهر في السجن. لا خوفش منهم. بالزور لما سحبت قلت له أنا معك يابا وتخافش وتقلقش ومش راح أرخيك. والولد أبدا بدوش، خايف مرتعب ويبكي. يابا يا حبيبي لما أقنعت الولد بالزور لما طلعته، إنه فكرتهم يحبسوني. قال في يوم فلان غلط على واحدة كانت مرأة يهودية يا زلمة. قلت له ابني غلط ابني بيعرف عبري، لو بيعرف عبري خلينا، هي كمان بتعرف عربي. قالت له كيف يعني ميزت مثلا انه قصي ابن جد الله؟ كيف يعني عرفت من كل هالشباب الحاره اولاد الحاره كيف عرفت هذا الولد واسمه واسم ابوه؟ كيف؟ بس داخلها براسي يعني. قال انا بعرفش. قالت قصي جد الله الرجبي. قلت لها قالت قصي جد الله الرجبي. قالت لها طب انا مش معروف بالحاره باسمي، انا بنادونيش الا ابو قصي، يعني غريب ولا هذا شغل مخابرات. آخر مرة انحبس 11 يوم. بال11 يوم طلع 5 محاكم، كانوا من الضغط النفسي اللي عاملين له والحالة النفسية اللي هو فيه. اعترف على شغلات هو مش عاملها الولد، فلما على تشجيعه انه شافنا واقفين جنبه وهيك انه الاشي اختلف بالاخير، وصارت تأجل المحاكم ل11 يوم لما ما طلع في عليه اي اشي من اللي كانوا يحكوا التهم اللي حاطين له اياها، وطلع بكفالة 2500 شيكل. طبعا كانوا طالبين 5000 مع المحامي وهيك صار 2500 شيكل مع حبس منزلي 10 ايام.
مع كثرة المستوطنين والاستيطان اللي عماله بيصير وإنه صاروا جنبنا كتير. صار في احتكاك بينهم، وإحنا كمان وأولادنا مش متقبلين إنه يكون في عنا احتلال وإنه يكونوا عايشين بنفس الحي اللي إحنا عايشين فيه. اللي بيصير إنه هم كمان بيتحركشوا بالأولاد، بيمرقوا من الشارع، الأولاد بينزلوا هيك بيحتكوا ببعض أو بيطبوا في إحدى الأولاد وهيك، فبتصير مشكلة كبيرة بيننا وبين المستوطنين، بصير عليها اعتقالات من أولادنا. يعني قاعد في الدار وكرفان حالي، شو بدي أسوي؟ بدي أستحمل، بضل قاعد يعني على التلفون، ما بطلعش من الدار، على التلفون ليل نهار، مش عارف أنا شو الحل. موضوع النساء في الاعتقال واحتياجاتهم هو غير مراعى أبدا عندهم عند الاحتلال. يعني أعطيك مثلا هو القانون بيلزمهم إنهم يوفروا فوط صحية للنساء، لكن طبيعة الفوط الصحية اللي بوفروها هي من أسوأ أنواع. يعني أكيد يعني ما بتقدر أي إنسانة تستخدمها وما تعاني من مضاعفات إلها. أنا بذكر بال3 أشهر اللي كنت فيهم أجوا مرة سألوا من عندها مشكلة نسائية، يعني أمراض نسائية، وقالوا لهم طيب، وفي جزء منهم عندهم أشياء يعني قضايا نسائية تتعلق بالرحم بالثدي وإلى آخره. ودوهم مرة على سجن الرمل وعملوا لهم فحوصات لحد ما طلعت ما فيش حدا فيهم تلقى علاج بالقضايا اللي عندهم أو تلقى تقرير طبي يعني بهذا الحكي. طبعا في إهمال طبي متعمد دائما بحق الأسرى، يعني وأنا من الناس اللي حصلت معي يعني هذه المرحلة. انفجرت عندي مثلا المرارة وما حاول إنهم علاجي أو تقديم العلاج إلي، وظلت يعني لا تم الإفراج عني، فأدت إلى خطورة يعني على صحتي. بعد ما عملت العملية كانت يعني الوضع خطير جدا، كانت المرارة منفجرة عندي، ربنا ستر إنه صار تسمم للجسم، تم التصاقها في المعدة وجرح المعدة لما عملوا العملية. فكل هاي الأمور طبعا يعني سببها الإهمال الطبي عند الاحتلال. الاعتقالات في حياتي مش متباعدة عن بعضها البعض، فكل فترة يعني بحكم اني بتعرض للاعتقال الاداري باخدش نفسي في الحياة، لا مع اسرتي ولا مع ناسي ولا مع احبائي، بحكم طبيعة السياسة القمعية اللي بيمارسها الاحتلال بحق شعبنا، وبلوح دائما بالاعتقال الاداري وسياسة الاعتقال الاداري الظالمة والتعسفية بحقنا، وبتم اعتقالي واتخاذ هذا الاجراء التعسفي بحق. بالمجمل الاعتقال الإداري هو لا يوجد له أسباب ومبررات، ولا يعرف المعتقل لماذا اعتقل ولا يقدم إلى محاكمة. هو اعتقال على ما يسمى قرار إداري من قائد عسكري يقرر أنه يجب أن تعتقل بملفات سرية ما لا يطلع عليها أحد، لا تطلع عليها أنت كمتهم ولا تعرض أصلا إلى الجهات القضائية بشكل قانوني، ولا يطلع عليها المحامي اللي يستطيع الدفاع عنك، ويتم التمديد. أنا تم اعتقالي وإعطائي 4 شهور إداري ثم 4 شهور إداري. بعد 8 شهور في اليوم الذي كان مقرر الإفراج عني حتى الساعة 10 صباحا في نفس اليوم كان المعتقلين يعني تقريبا يهنئوننا بالإفراج، وتفاجأ الجميع أنني في اليوم الذي يجب أن يفرج به عني تم إحضار تمديد جديد. عشان هيك بنتحدث اليوم عن تقريبا 500 معتقل إداري دون سبب حقيقي وأسباب واهية. ومثل ما بنعرف أن المعتقلين الإداريين في الآونة الأخيرة أقدموا على مشروع مقاطعة المحاكم العسكرية للاعتقال الإداري، وهي كمقدمة لفتح الطريق لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ومحاولة رفع قضية الاعتقال الإداري كملف بالإمكان يحقق نجاحات إذا أمسك فيه الفلسطينيين بشكل صحيح على المستوى الدولي. بيعتبروا كل شيء مستباح، يعني الهدف إضعافك، الهدف إنه ينتزعوا قرار يكسروك، الهدف إنه يشعروك إنه أنت دائما إنه في حالة ضعف مش في حالة قوة. هذا موضوع المخابرات لازم كلنا نحن الفلسطينيين نعرف إنه بالنسبة إلهم ممكن يجيبوا زوجتك أختك أمك ويخلوها عارية قدامك ويعملوا ضغوطات نفسية عليك. هلا هاي واحدة من الاستخدامات. شو بتفرق عن واحد انقتل؟ عدا عن البعد النفسي البعد الجسدي،
يعني اتصور انه مجموعة من السجانين يقوموا بشوي اللحوم لإيذائك. وبتعرف انت حاسة الشم بتصير عند الجائع والمضرب شديدة الحساسية، يعني من بعد كيلوات بتشم رائحة الطعام، وينحصر تفكير الدماغ والعقل الباطن واللا شعور جميعه، حتى أحلامك لا تكون إلا في الطعام. الجسم بتعب، الجسم بتغير. أنا في يوم واحد نزلت على العيادة 3 مرات. في يوم صابني تقريبا، وقفت ايدي، صاب زي شلل، واصبعي كان الاصبع رقم 2 يعني وقف بدون حركة، واخذوا ادوية وكذا وعلاج، وكل المخابرات بعد ما عالجوني في عملية التحقيق القاسي قال لي احنا بنعالج فيك مش لانه خايفين عليك تموت، لانه بدنا نكمل معك التحقيق. بخاف كتير، ببطل بدي يعني صرت قليت، بطلت انزل على الحاره كتير. اصدقاء بطلت اشوفهم كتير، لانه كل ما انزل على الحاره يا باكل قتله يا بنحبس من الشرطه. من عمري وانا 13 سنه، بس كل ما ننزل على الحاره يا بناكل قتله يا بنحبس، يا بنقعد يوم يا يومين، واخر حبسه قعدنا يعني فيها 12 يوم، وبعديها بطلت انزل على الحاره من مره.